سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قال ايه؟ لو كان الفقر رجلا لقتلته. ده مين؟ ده سيدنا علي اللي هو رضي الله عنه وارضاه، وهو من هو ابو الحسن والحسين، حاجه يعني نسمع اسمه الجاكيتات تقع، مش كده؟ ده هو نفسه قال لو كان الفقر رجلا لقتلته. يبقى الفقر ده شيء احنا دخلنا في دوامه الفقر، شغالين في الفقر من الستينات. لما تيجي تقولي تشوفي في ناس غنيه جدا، احنا كان زمان عندنا تقسيمه الشعب كله، تقسيمه الوطن، تقسيمه الشعب، البني ادمين اللي موجودين في كريمه المجتمع عاده بتبقى في حدود 4 5%. في بعديها ناس الاغنياء بتبقى في حدود 10 12%. بعد كده نخش الطبقه الوسطى اللي موجوده اللي هي من 50 ل 55%. الطبقه الوسطى دي اللي منها الجيش، الشرطه، القضاء، المحامين، المدرسين، المحاسبين، المحامين، اللي هي الطبقه اللي شايله الوطن. وبعد كده طبقه اقل من الوسطى، وبعدين اللي هو محدود الدخل. احنا النهارده بقى التقسيمه بتاعتنا اختلفت.